السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض ان شاء الله النهاردة تاني وصفة من وصفات نواعم العيد. هنعمل بسكوت الزبدة الفاخر. هنعمله بطريقة سهلة جدا وهيطلع معاكي نتيجته ممتازة حتى لو أول مرة تعمليه زي ما انتوا شايفين كده. وهقولك كل أسرار التسوية بتاعته، بس يا ريت لو أول مرة بتشوفوني تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الجمال ده ازاي. بسم الله وعلى بركة الله. مقاديرنا سهلة جدا. معايا كيلو من الدقيق، ومعايا 5 بيضات، ومعايا فانيليا، ومعايا معلقة كبيرة من اللبن البودر، ومعايا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعايا 400 جرام من السكر البودر، ومعايا 600 جرام من الزبدة الصفراء. اي نوع زبدة تقدري تستخدميه. انا استخدمت هنا في الوصفة الزبدة فيرن. اول حاجة كده هعملها، هجيب عندي العجان وهجيب السلاح اللي هو بتاع الكف ده عشان اضرب الزبدة في الاول ما تكسرش المضرب معايا. بالنسبة للزبدة، الزبدة دي كانت خارجة من التلاجة بس سبتها هديت شوية، يعني مش ساقعة من التلاجة على طول علشان ما تبوظش معايا المضرب بتاعي. انا سبتها تهدى شوية حوالي كده ربع ساعة، يعني لا هي ساقعة جدا ولا طرية جدا. الزبدة تكون متماسكة بس في نفس الوقت ما تكونش جامدة جدا عشان ما تبوظش المضرب. وفي الخطوة دي تقدري تستخدمي المضرب الكهربائي عادي جدا لو مش متوفر العجان. هبدأ اضرب الزبدة في البداية كده الاول شوية لحد ما يعني تفك كده بس من بعضها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. في المرحلة دي انا هستبدل السلاح ده بسلاح الخفق علشان يضرب معايا الكريمة كويس قوي ويديني القوام الكريمي اللي احنا عاوزينه. هبدأ انزل بقى بال400 جرام السكر البودر، ولازم نكون نخلينه علشان ما يكتلش معانا. هبدأ بقى اشغل عليهم المضرب لحد ما السكر والزبدة يدوبوا مع بعض خالص ويدون القوام الكريمي الناعم الابيض زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هبدأ كده ارفع العجان وبعد كده اقلب الاجناب كده، انزلها كلها، انزل السكر البودر كده اللي على الاطراف علشان يتقلب كويس ويتضرب كويس مع الزبدة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. كل ما اضرب كده حوالي دقيقتين افصل العجان او المضرب وابدأ اقلب كده الزبدة اللي تحت كده اطلعها فوق عشان هتلاقوا الزبدة متركنة تحت. انا عايزة كلها تتقلب زي ما انتوا شايفين، لسه في زبدة معايا تحت صفرة ما اتضربتش كويس. هفضل اشغل كده المضرب واقلب من وقت للتاني لحد ما كلها تتقلب كويس وتوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. تمام اوي كده. هبدأ بقى انزل كده معايا بمعلقة كبيرة كده من اللبن البودر. اللبن البودر هنا بيدي للبسكوت نكهة حلوة قوي، بيعزز الطعم بتاعه وفي نفس الوقت بيثبت القوام بتاعه مش هيخليه يفرش معانا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وبعد كده هنزل بقى بالبيض بتاعي بيضة بيضة. كل ما البيضة تختفي هبدأ انزل بالبيضة اللي بعدها، وبعد كده هنزل بالفانيليا اللي معايا. اهم حاجة البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونش خارج من التلاجة. لو البيض ساقع هيفصل معاك الزبدة على طول زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. اول ما البيضة اختفت اللي انا حطيتها بدأت انزل بالبيضة اللي بعدها، واول ما تختفي هنزل بالبيضة اللي بعدها وهكذا لحد ما البيض يختفي كله معايا. بعد كده هبدأ اضربها كويس قوي لحد ما اخلص كمية البيض كلها اللي معايا. انا هنا خلاص خلصت كده كمية البيض كلها. هبدأ اضربها بقى على اعلى سرعة لحد ما تاخد اللون الابيض الفاتح الكريمي اللي انتوا شايفينه ده. انا فتحت العجان وقلبتها تقليبه وبعدين شغلت المضرب تاني. انا كده خلاص تمام، القوام معايا وصل للي انا عاوزاه زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ كده الم العجان بتاعي، انزل كل الزبدة. شايفين قوامها ناعم وكريمي جدا وفاتحة. بعد كده هنزل بالدقيق بتاعي. انا حطيت عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر الاول وقلبتهم مع بعض،
وبعد كده نزلت بيهم كلهم مرة واحدة على الزبدة. وبعد كده هحط السلاح اللي هو بتاع الكف ده، وهبدأ اشغل العجان على اهدى سرعة، عشان انا عاوزة اقلب بس مش عاوزة اعجن. زي ما انتوا شايفين كده العجينة بتتلم معايا بكل سهولة. وتقدري الخطوة دي لو مفيش عجان هتفضي الزبدة بتاعتك في بولة، وتحطي برضو الدقيق وتقلبي بايدك كده بحركات دائرية بس خفيف، ما تعجنيش. زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هبدأ بس ألم الدقيق اللي على الجوانب، وبعد كده اديها لفة كمان عشان يختلط كل الدقيق اللي معايا. واول ما يختفي الدقيق اللي معايا هوقف خلاص ضرب. انا مش عاوزة اعجن. النواعم احنا ما بنعجنش فيها، بنقلب بس. زي ما انتوا شايفين كده العجينة بتاعتي ده بيكون القوام بتاعها، بتكون عجينة طرية مش متماسكة خالص. هبدأ كده بقى للتشكيل. معايا البلبلة اللي هي المشط، ومعايا كيس الحلواني اللي هو القماش. هبدأ كده احط العجينة في الكيس، ومملاش الكيس على الاخر عشان ما يبقاش تقيل على ايدي. هملأ كده جزء من تحت وابدأ اشتغل. هبدأ كده من اول الصينية واضغط واسحب. الصينية انا مش هدهنها اي حاجة خالص، ان هي فيها العجينة زبدة بزيادة، مش هيلزق معايا ولا اي حاجة. طبعا بكون مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. من قبل ما اشتغل لازم البسكوت يدخل على فرن يكون سخن، علشان الزبدة ما تسحش والبسكوت يفرش مننا. زي ما انتوا شايفين اضغط واسحب، اضغط واسحب، وحاولي تخليهم كلهم يكونوا معاكي مقاس واحد. زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هينزل معاكي بكل سهولة وما بياخدش وقت خالص. العجينة سلسة جدا اهي معايا. زي ما انتوا شايفين طريقة التشكيل سهلة جدا. هعمل كمان واحد قدامكم. بضغط وبسحب. كل ما العجينة تفضى من قدام بنزل، بضغط من فوق من الكيس وانزل قدام شوية، وبعد كده بشتغل. هتلاقيها معاكي ماشية بكل سهولة. تمام. هبدأ اشغل الفرن على درجة حرارة 180 زي ما اتفقنا، والبسكوت يدخل معايا على فرن سخن، ويكون النار شغالة من تحت بس. انا هكمل تشكيل باقي الكمية وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. زي ما انتوا شايفين البسكوت بعد ما خرج معايا من الفرن قعد معايا قد ايه في الفرن؟ قعد معايا حوالي 25 دقيقة. اول ما حسيت ان هو خد لون دهبي فاتح كده من تحت، بدأت اشغل عليه الشواية وانا قاعدة جنبه حوالي دقيقة، من دقيقة لدقيقتين، مش اكتر من كده، انه بياخد لون بسرعة جدا علشان ما يتحرقش منك. زي ما انتوا شايفين التسوية بتاعته حاجة كده ممتازة. بتسيبيه بس يهدى يشم الهوا دقيقة كده، وبعد كده بتبدأي تحركيه من الصينية، بيتحرك معاكي بكل سهولة. زي ما انتوا شايفين التسوية بتاعته حاجة كده ما شاء الله. والبسكوت ما فرش خالص. زي ما دخلناه هو زاد حجمه حاجة بسيطة خالص، بس ما فرش ولا ساح في الفرن ولا اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. مش قادرة بقى اقول لكم على ريحته وطعمه، حاجة كده في منتهى الجمال. لو عملتيه مش هتبطلي تعمليه بالطريقة دي تاني. زي ما انتوا شايفين انا خلاص خلصت ما شاء الله الكمية كلها. البسكوت كله تقريبا مقاس واحد. زي ما انتوا شايفين بياخد حوالي 25 دقيقة في الفرن. بنبقى مشغلين الفرن من تحت بس. اول ما الاطراف بتاعته كده بحس ان هي لونت، خدت لون ذهبي فاتح كده، ببدأ اشغل الشواية حوالي دقيقة او دقيقتين، وببقى عينيا عليه لحد ما ياخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. واول ما بيخرج بسيبه كده بس حوالي دقيقة عشان محركوش ويتكسر مني. يا دوب بس بيهدى كده، وبعدين اول ما بحركه بيتحرك معايا في الصينية بكل سهولة. زي ما انتوا شايفين حاجة كده ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده البسكوت هش جدا من جوه، خفيف ومش مكتوم خالص، حاجة كده في منتهى الجمال. يلا بقى جربوه وارجعوا لي هنا تاني في الفيديو، قولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات.
لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي بألف خير. مع السلامة.